في الفترة اللي فاتت نزل إعلان لفيلم أوبنهايمر اللي هينزل إن شاء الله في شهر يوليو اللي جاي. الفيلم من إخراج المخرج الكبير كريستوفر نولان، مخرج أفلام زي ثلاثية باتمان ذا دارك نايت، انسبشن وانترستيلر وذا برستيج، ومن بطولة كيليان ميرفي وعدد كبير من نجوم السينما. الفيلم بيتكلم عن روبرت أوبنهايمر، رئيس مشروع مانهاتن السري اللي أنتج القنبلتين النوويتين اللي اترموا في ناجازاكي وهيروشيما في نهاية الحرب العالمية التانية. والعالم عايش لحد النهاردة رعب من الطاقة النووية، بالرغم من إن في محاولات جت بعد كده كان الهدف بتاعها هو تحويل الطاقة النووية من طاقة مدمرة لطاقة سلمية. في الفيديو ده أنا هتكلم عن الطاقة النووية وإمتى تم اكتشافها، وإيه هو مشروع مانهاتن السري، وإيه هي المحاولات اللي تمت لتحويل الطاقة النووية من طاقة مدمرة لطاقة سلمية. يلا بينا. في بدايات القرن العشرين اكتشف العلماء الأوروبيين معدن اليورانيوم، واكتشفوا إنه بيطلع منه إشعاع. وعن طريق الأبحاث والتجارب العلمية اكتشف العلماء إن الإشعاع بيتفرز من اليورانيوم عن طريق انقسام تلقائي بيحصل لذرات اليورانيوم، وبينتج من خلاله الطاقة النووية. العلماء سموا العملية دي عملية الانشطار النووي. الاكتشاف ده أذهل العلماء، لكن في نفس الوقت أرعبت علماء تانيين زي ألبرت أينشتاين، اللي كان شايف إن لو أي طرف عنده معدن اليورانيوم ممكن إن هو يستخدمه في عمل سلاح فتاك هيهدد ويدمر البشرية في يوم من الأيام. واكتشف إن الألمان بيخططوا إنهم يعملوا القنبلة النووية، فبعت رسالة للرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، ومن بعدها بدأ مشروع مانهاتن السري لإنتاج القنبلة النووية في 7 ديسمبر سنة 1941 بعد هجوم الجيش الياباني لميناء بيرل هاربر الأمريكي. ومن بعدها أمريكا دخلت الحرب وأعلنت الحرب ضد قوات المحور، الألمان والطلاينة واليابانيين. والحقيقة إن مشروع مانهاتن السري ما اتعملش في حي مانهاتن في مدينة نيويورك، ولكنه اتعمل في منطقة صحراوية في ولاية نيو مكسيكو اسمها لوس ألاموس. المشروع ده كان بيقوده فريق من أمر العقليات العسكرية والعلمية في العالم. اللي كان بيقود الجانب العسكري كان العقيد ليزري جروفز، واللي كان بيقود الجانب العلمي كان روبرت أوبنهايمر، اللي دخل المشروع ده لأنه كان مهتم بعملية الانشطار النووي وعاوز يعمل تجربة علشان يثبت صحة النظرية أو العملية دي. وعمل فريق المشروع القنبلتين النوويتين ليتل بوي وفات مان. وبعد هزيمة الألمان في الحرب اتعمل مؤتمر بوتسدام في ألمانيا، اللي وقعت فيه ألمانيا وثيقة الاستسلام، وطالبت قوات الحلفاء من اليابانيين إنهم يعلنوا الاستسلام وإلا هيتم قصف اليابان. ولكن أحفاد الساموراي كلمة الاستسلام ديت مش موجودة في القاموس عندهم، فاتضربت اليابان بالنووي. ومن بعديها العالم عاش في رعب من الطاقة النووية لحد النهاردة. وكان في محاولات لتحويل الطاقة النووية من طاقة مدمرة لطاقة سلمية، وكانت أول محاولة لكده كان بعد 8 سنين من حادثة ناجازاكي وهيروشيما في بداية حكم الرئيس أيزنهاور لأمريكا، لما عمل مبادرة في الأمم المتحدة اسمها الذرة من أجل السلام. الهدف من المبادرة دي هو تغيير وجهة نظر الناس للطاقة النووية من كونها طاقة مدمرة لطاقة سلمية، وإن الطاقة النووية أو الذرية ممكن إن هي تعمل ثورة تاريخية زي بالظبط ما عملت الثورة الصناعية في القرن ال18 والقرن ال19. وفعلا بعد المبادرة دي بقت فترة الخمسينات والستينات العصر الذهبي للطاقة النووية، وابتدت دول كتير في العالم تعمل محطات لإنتاج الطاقة النووية زي أمريكا، إنجلترا، فرنسا، اليابان، الهند، روسيا وغيرها. ومع بداية السبعينات
ابتدى الإقبال على محطات إنتاج الطاقة النووية يقل، وده بسبب ارتفاع سعر البترول بسبب منع الدول العربية من تصدير البترول لدول العالم دعما لمجهود الحرب المصري ضد إسرائيل في حرب 6 أكتوبر 73. ده غير إن في تقارير طلعت من محطات الطاقة النووية هناك بتقول إن بقايا الطاقة النووية اللي ملهاش لازمة بتتحط في براميل وبتترمي في البحر، وده بيأثر على الثروة السمكية والثروة البحرية. السببين دول اللي خلى بعض الدول ترفض إن يتعمل فيها محطات إنتاج طاقة نووية من الأساس، زي ألمانيا اللي لحد الفترة بتاعت السبعينات ديت كانت لسه خايفة من يحصل لها نفس اللي حصل مع اليابان في نهاية الحرب العالمية التانية، فمبتبقاش بس بلد مقسومة لألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، لأ دي كمان تكون بلد متدمرة خالص ويمكن أكتر من اليابان. وفي فترة التمانينات حصل اضمحلال كبير للطاقة النووية بعد حادثة انفجار مفاعل تشيرنوبل في أوكرانيا اللي كانت وقتها تبع الاتحاد السوفيتي. الإشعاع اللي كان طالع من المفاعل ده انتشر في الهواء لدرجة إن أي حد كان بيتنفس كان بيموت بالبطيء، وابتدى الإشعاع إن هو ينتشر في كل البلاد اللي كانت حوالين أوكرانيا زي روسيا، بيلاروسيا، بلغاريا، رومانيا، ألمانيا وغيره. ومع بداية التسعينات بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي بدأت حملة عالمية للمحافظة على البيئة من الطاقة النووية ومن أي طاقة ملوثة للبيئة، واتقفلت كذا محطة لإنتاج الطاقة النووية وانتهى العصر النووي على كده. ولكن الموضوع مستمرش كتير، ولكن مع بداية القرن ال21 بدأ عصر نهضة جديد للطاقة النووية مع حكم أنجيلا ميركل لألمانيا، واللي كان الهدف بتاعها هو تغيير وجهة نظر الألمان للطاقة النووية واللي كانوا اوريدي واخدين موقف منها. بدأ عصر النهضة ده من 2006 ل 2010 واتعمل برضو أكتر من محطة نووية في كذا بلد في العالم بما فيهم ألمانيا. ولكن زي الحكمة اللي بتقول التاريخ بيعيد نفسه. في 2011 في مدينة يابانية اسمها فوكوشيما حصل أعاصير تسونامي وزلزال أدى لتدمير محطة إنتاج طاقة نووية هناك، وزي اللي حصل في حادثة تشيرنوبل ابتدى الإشعاع ينتشر في الهواء وكانت الناس بتموت بالبطيء وناس كتيرة اتصابت، في منهم اللي خف وفي منهم اللي مات. وبرضو اتقفل كذا محطة إنتاج طاقة نووية. ولكن انت هنا تيجي تسأل نفسك سؤال، طيب هل معنى كده ان مفيش طاقة نووية دلوقتي؟ الحقيقة لا، لان في دول من زمان ولحد النهاردة بتنتج طاقة نووية وبتصدرها بره زي امريكا، روسيا، الصين، كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، انجلترا، الهند، وباكستان. وفي دول هتدخل في سوق انتاج الطاقة النووية زي مصر، المغرب، تايلاند، هولندا، استراليا. طيب نيجي لاخر سؤال، هل في مصادر بديلة تانية لإنتاج الطاقة غير الطاقة النووية؟ الحقيقة في عندكم مثلا الغاز الطبيعي اللي ما بيأثرش على البيئة عكس الطاقة النووية، وبالتالي ما بيصدرش إشعاع ولا ناس بتصاب فيه. وعندكم كمان الطاقة الشمسية اللي بتتولد عن طريق الطبقات ديت بتحول الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية وبتستخدم في وقود العربيات. وعندكم كمان الطاقة الكهربائية اللي من كام سنة فاتوا بقى فيه عربيات بتشتغل بالكهرباء. خلاصة الكلام، أكبر عدوين للإنسان هما المعرفة والتكرار الخطأ. لو الإنسان وازن ما بين المعرفة والحكمة هيحقق الإنجازات ويفهم الحياة كويس ويتعلم منها، ولو اتعلم من الأخطاء اللي عملها قبل كده هيتعلم ومش هيكررها تاني. ولو احنا عملنا كده هنعيش في عالم مسالم ومحدش هيفكر في أذية الغير سواء بقصد أو بدون قصد. سلام.